البنت الصغيرة دي بتقول لأبوها اللي بيكون راجع من الجيش: على فكرة ماما كانت بتنام مع عمي وانت بره. بيبدأ الفيلم بسام اللي بيكون ضابط في الجيش الأمريكي، وهو قاعد بيكتب جواب علشان يبعته لمراته، وهو بيطلب من القائد بتاعه يديها لمراته علشان لو لا قدر الله جراله حاجة ومرجعش من المهمة بتاعته في أفغانستان. واللي بتظهر لينا دي بتكون مراته اسمها كريس، وبتكون قاعدة بتحمي بناتها الاتنين. وتاني يوم بيروح سامي علشان ياخد أخوه تومي اللي بيكون طالع من السجن، وبالليل بيروح تومي لأخوه سام علشان بيكون عازمه على العشاء. هو بتفتح له بنته الباب وبتقول له: انت تبقى مين؟ قال لها: انا عمي. قالت له: ماما ما بتحبكش وبتكرهك علشان انت دايما بتروح السجن. قال لها: عرفتي منين؟ قالت له: سمعتها وهي بتتكلم مع بابا عنك. وبيظهر قدامنا ابوهم هما الاتنين، وابوه بيكون متضايق من تومي لانه رد سجون، وبيقعد يقول له: بص لحالك ولحال اخوك اللي بقى ظابط قد الدنيا وانت رد سجون. وتومي ساعتها بيتضايق من كلام ابوه وبيتعصب، وابوهم بيسيب الاكل وبيمشي، وتومي بيمشي ويخرج لانه متضايق من ابوه. وتاني يوم سام بيروح المهمة اللي بتكون في افغانستان، لكن وهو راكب الطيارة بتتضرب عليها نار وبتقع، وبيروح اتنين من الضباط الكبار لبيت سام علشان يبلغوا زوجته ومراته. اول ما بتشوفهم بتترعب وبتعرف ان سام مات، وطول الليل بتقعد تتصل باخوه توم لكنه ما بيردش عليها. ولما يرجع لها بالليل بيقول لها: ده مفتاح العربية بتاعت سام وما تخافيش انا ما كنتش هسرقها لانك عمالة تتصلي بيا. لكنها قطعته في الكلام وقالت له ان سام مات. ساعتها تومي بيفقد وعيه وبينهار، ولما بيفوق بيسيبها ويمشي. ولما بيروح عند ابوه بيلاقي حالته النفسية متدمرة وعمال يشرب طول الليل علشان يقدر ينسى حزنه على ابنه. وبتروح على افغانستان وبنكتشف ان طالبان قبضوا على سام وصاحبه، وبيلبسوهم هدوم افغانية وبينزلوهم تحت انقاض، وبيحطوا عليهم خشب من فوق علشان ما يعرفوش يخرجوا. وسام وصاحبه بيكونوا قاعدين بيشوفوا طالبان وهم عمالين يطلعوا صور. فسام بيسأل صاحبه يقول له: هي دي صورة مراتك وابنك؟ فبيقول له: ايوه دي صورة مراتي وابني. فبيحذره سام وبيقول له: اوعى تجيب ليهم سيرة عن الجيش او عن عيلتك لانهم هيضروك وممكن يخلصوا عليك وعلى عيلتك في اي وقت. وبنلاقي تومي بيتصل بكريس الساعة 3 بالليل وبيقول لها: ابعتيلي 45 دولار علشان شربت خمر من النوع الغالي ومش معايا فلوس. وبتروح كريس هناك وتدفع ليه الفلوس اللي عليه وتاخده معاها للبيت. وبيصحى تومي من النوم على صوت بنت اخوه هي عمالة تخبط في البولو قدامه. هو بيجي ابوه ويقعد يتكلم معاه ويقول له: سام كان شخص كويس واتمنى انك تبقى زيه في يوم من الايام، ومتأكد ان انت كمان هتكون كويس. وبيحاول يتكلموا بطريقة لطيفة عشان مش يخسروا زي ما خسر ابنه الكبير. وبنرجع لسامي اللي بيحاول هو وصاحبه يكسروا الخشب اللي فوق علشان يطلعوا، لكن مرة واحدة الرشاش بيدخل لهم فبيخافوا ويقعدوا على جنب، وطالبان بيحطوا خشب تاني عليهم علشان ما يعرفوش يطلعوا خالص. وبترجع كريس للبيت وبتلاقي تومي جايب نقاشين وعمالين يغيروا لون المطبخ، فبتستغرب وبتقول لهم: انتوا بتعملوا ايه؟ فبيقول لها: انا غيرت لك لون المطبخ وحبيت اجدد لك شويه في الشقه. وبنرجع لسامي اللي بيشوف ناس وهي عماله تدفع فلوس لطالبان، وبياخدوهم تاني يوم معاهم لزعيمهم زعيم القاعده اللي بيخلص على واحد من القاعده علشان يكون عبره للكل لانه فشل في المهمه بتاعته. وبيخلص على الشخص ده قدام سام علشان يخوف سام. وزعيم القاعده بيقول لسام: ايه اللي جابك انت وجماعتك عندنا؟ الارض دي بتاعتنا وارضنا. وبيأمر الناس اللي معاه انهم ياخدوا سام ويحطوه في المكان ده، وبيكون عليه حراسه من كل ناحيه. وبنرجع لتومي اللي بيحاول يسد فراغ اخوه، وبيحاول يعمل الواجب مع مرات اخوه وعياله علشان ما يحسوش بفقدان سام. وبنرجع لسام اللي بيلاقي زميله بيتعذب قدامه علشان يقول لهم معلومات عن الجيش وعن اسرته، وفي الاخر بيقرر انه يستسلم ليهم ويقول لهم على كل المعلومات اللي هم عايزينها. وزعيم القاعده لما يسجل كل الكلام بيوري سام التسجيلات وبيقول له: زميلك اعترف ولازم انت كمان تعترف زيه. هو بنرجع لكريس اللي بيكون عيد ميلادها النهارده وبيفاجئوها بالتورته، وبتقول لتومي شكرا لانه هو اللي عمل لها العيد ميلاد. وبعدها تومي بياخدهم علشان يفسحهم ويخرجهم بره شويه علشان يخرجهم من حاله الحزن اللي هما فيها. ولما بيرجعوا البيت بيقعدوا مع بعض وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، لكن فجاه بيقربوا من بعض والموضوع بيتطور وبيبوسوا بعض. وبعدها كريس بتقوم لانها بتحس بالذنب وبتفتكر جوزها، وتومي بيقعد حزين وبيحس بتأنيب الضمير وبيبكي. وفي الوقت ده بيكون سام بيتعذب علشان يعترف بكل المعلومات اللي هم عايزينها، وبياخدوه قدام صاحبه ويطلبوا منه انه يخلص على صاحبه وبيديله حديد. ده في الاول سام بيرفض لكنهم بيرفعوا عليه السلاح، والقائد بيقول له: انت كده هتدمر عيلتك ولو ما خلصتش على صاحبك دلوقتي هنخلص احنا عليك. ساعتها سام بيتعصب وما بيلاقيش حل غير انه يخلص على صاحبه، وفعلا بينزل عليه ضرب لحد ما صاحبه يموت. وبنرجع لتومي اللي بيروح عند كريس وبيكون جايب لها شويه طلبات وبالمره بيطمن عليها وعلى الولاد. اما سام فجأة بينضرب عليه نار علشان يخلصوا عليه عشان الجيش الامريكي هاجم عليهم، وبيخلص على كل افراد القاعده واحد واحد، وبينجح الجيش الامريكي في انه قضى عليهم كلهم. وبياخدوا سام من المكان اللي هو فيه. وبعد شويه كريس بيجي لها تليفون وبيقولوا لها ان جوزك لسه عايش وانهم لقوه على القيد الحياه. وبتبقى ساعتها كريس مصدومه من الفرحه ومش مصدقه نفسها، وبتروح هي وعيالها المطار علشان يستقبلوا سام. ولما بيرجعوا البيت سام بيخش المطبخ
وبيكون المطبخ شكله كأنه جديد، فبيقول لهم مين اللي عمل كده، فبتقول له اخوك تومي هو اللي حابب يغير لون المطبخ. وبالليل سام بيدخل الحمام علشان يحلق دقنه، ومراته بتخش وتقرب منه وبتبدأ تتكلم معاه، لكنه بيكون متعصب جدا وجسمه بيكون عليه اثار تعذيب. ولما مراته تقرب منه وتبوسه بيزعق لها ويقول لها اطلعي بره. وفي يوم لما بيخرجوا شويه بره ويفسحوا ولادهم وتومي بيكون قاعد جنب سام، وفجأة سام بيتكلم معاه ويقول له انت كنت بتنام مع مراتي صح؟ ساعتها تومي بيكون خايف من اخوه جدا وبيبرق لاخوه، بيستغرب انه ازاي يقول كده وبيقول له لا طبعا. لكن ساعتها سام بيقول له طب لو انت قلت لي الحقيقه انا هسامحك. لكن تومي ما بيردش عليه وبيتجاهله لانه بيكون عارف حالته النفسيه والازمه النفسيه اللي بيمر بيها نتيجه اللي حصل. ولما بيرجعوا البيت سام بيقعد مع مراته ويقول لها قولي لي ايه اللي حصل ما بينك وما بين تومي اخويا. فمراته ترد عليه وتقول له احنا بوسنا بعض بس. فقال لها بجد يعني انت ما نمتيش مع تومي؟ فبيقوم ماشي وسايبها. وتاني يوم سام بيكون معزوم عند ابوه، وتومي بيجيب واحده معاه صديقته وبيقول ان دي حبيبته علشان يبين لاخوه ان مفيش اي حاجه ما بينه وما بين مراته. وبنته لما بتكون قاعده معاهم على السفره بتمسك البالونه وبتعمل صوت، ابوه هيزعق لها ويقول لها ما تعمليش كده، لكنها بتفضل تلعب. فبيروح متعصب وماسك البالونه مع البنت، والبنت فجاه بتعيط وبتقول له يا ريتك كنت مت، انا بحب عمي تومي ما بحبكش. وفجاه البنت تقول له على فكره بقى عمي تومي كان بينام مع ماما كل يوم. ولما بيرجعوا البيت كريس بتقعد تتكلم مع بنتها وتقول لها انت ليه قلتي كده مع ان مش دي الحقيقه اصلا. فالبنت ترد عليها وبتقول لها انا بكره بابا وبخاف منه ومش عاوزاه يعيش معانا، وانا بحب عمي تومي وعايزاه يعيش معانا. اما سام بيروح على المطبخ وبيكون ماسك حديده وعمال يكسر في كل حاجه في المطبخ، وبيقعد يقول لها انت ما تعرفيش انا عملت ايه، وكنت بعمل حاجات عمري ما اتخيلها عشان في الاخر اجي الاقيكي بتنامي مع اخويا. وبيفضل يكسر في كل حاجه في المطبخ. وفجاه اخوه بيقرب منه وبيكون سام فاكر ان اخوه عاوز يخلص عليه، لكن تومي بيقرب منه علشان يحضنه. وسام فجاه بيتنرفز وبيطلع مسدس من جيبه وبيبقى عايز يخلص على اخوه. وبيسمع فجاه صوت سياره البوليس بره، والشرطه لما بتشوفه ماسك المسدس بيقولوا له سلم نفسك ونزل السلاح. والكل بيكون عمال يهدي في سام لكنه بيكون في حاله هياج مش طبيعي، وبيقول لهم عاوزين تخلصوا عليا ايه يعني؟ خلصوا عليا دلوقتي. وبيحط المسدس على راسه علشان يخلص على نفسه، لكن الكل بيقعد يسايسه ويهديه علشان ينزل المسدس. وفعلا بينزل المسدس والشرطه بتروح تمسكه وبينقلوه للمصحه النفسيه. وبعد ما قعد شهور في المصحه النفسيه وبدا يتعالج بيتصل باخوه تومي وبيتكلم معاه وبيطلب منه انه يسامحه على اللي حصل منه قبل كده. وبنروح لكريس اللي بتروح تقابل سام وبتقعد تتكلم معاه وتقول له ايه اللي حصل معاك في افغانستان خلاك تعمل كل ده. لكن سام بيكون قاعد ساكت ومش قادر يرد عليها، لكنها بتقول له انت لو ما اتكلمتش انا هسيبك وامشي ومش هتشوف وشي تاني. فسام فجأة بيدمع وبيقول لها انا خلصت على صاحبي هناك علشان انا انقذ نفسي. ساعتها كريس بتتأثر بكلامه وبتحضنه وبتقعد تبكي، وبيخلص الفيلم على كده.